السلام عليكم. بدايتي في المبيعات كان عندي ميتنج مرة مع عميل. الميتنج دوت كنت رايح محضر سكريبت، وعايز اقول لك ان انا كنت حافظ كل كلمة بالحرف الواحد. كنت داخل بثقة جامدة جدا، وكل اللي في دماغي ان لو قلت كل حاجة انا حافظها في السكريبت ده مليون في المية انا هبيع للعميل ده النهاردة. وقعدت اشرح واقول وهو مش مدي اي رياكشن تماما، وكل اللي عليه ان هو قاعد يسمعني من غير اي رياكشن خالص، وحاسه كمان مش معايا، حاسه سرحان مني. في النهايه بقول له حضرتك ها الدنيا تمام بالنسبه لك؟ قال لي تمام. ايه هو انت كنت بتكلمني انا ولا تكونش دي محاضره عامه؟ ساعتها ما جاليش غير إحساس واحد بس، يا ريت الأرض تتشق وتبلعني دلوقتي حالا. ولما رجعت لمديري واتكلمت معاه ونقلت له كل اللي حصل، وتحضيري أنا أصلا قبل الميتنج كان عامل إزاي، وفكرة إن أنا كنت حافظ السكريبت كويس جدا، رد عليا رد غريب جدا. قال لي يا محمود، هو الكلام اللي انت قلته للعميل في الميتنج ده اسطمبة كنت ناوي تمشي عليها مع كل العملاء، ولا كلام كان موجه للعميل ده بعينه؟ قلت له لا، طبيعي جدا كانت هتبقى اسطمبة هامشي عليها مع كل العملاء. وكان درس مهم جدًا، جدًا اتعلمته منه في اليوم دوّة، إن العميل مش هيشتري منك إلا لو حس إنك بتبيع له هو بالذات. عشان كده العميل ده ما اشتراش مني والبيعة باظت تمامًا. الخلاصة اللي أنا عايز أقولها لك ونصيحتي ليك لو أنت بتعمل كده زي ما أنا كنت باعمل زمان، لازم تبقى فاهم إن البيع عمره ما كان حفظ، البيع تواصل حي. عشان كده لازم تبقى فاهم إنك لو بِعت كأنك روبوت هتخسر كتير، بيع كأنك بني آدم. لو استفدت من النصيحة دي واستنى باقي سلسلة أخطاء البيع. أنا محمود أدري، أشوفك الفيديو اللي جاي.